اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين، عاملين ايه؟ وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان على الابواب. وناس كتير قوي بتغفل عن شهر رجب. شهر رجب يا جماعه الشهر الاصب اللي ربنا بيصب فيه الخير صب. اللهم زدنا يا رب العالمين. واكتر حاجه بتدي بركه في البيت ورزق وحاجات حلوه كتير الصلاه على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مش اي حد ربنا بيلهمه ان هو يصلي على حبيبه المصطفى، فانت هتصلي عليه الملائكه هتصلي عليك في الملأ الاعلى. فتخيل ان الملائكه قاعده بتصلي عليك دلوقتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والاستغفار والصلاه اكتر حاجه بتخلي انسان مطمئن وفيه بركه في البيت. في الفيديو دوت هنتكلم عن اسرار التحويش، ازاي تحوشي بطريقه مضمونه 100%. مش مهم خالص انت بتقبضي كام ولا مصاريفك قد ايه، ومش مهم خالص مسؤولياتك ولا الالتزامات اللي عليكي ولا الظروف الاقتصادية والاجتماعية، دي مش فارق معاكي. معاكي 10,000 جنيه، لو انت في دماغك هتصرفيها، معاكي 5 هتصرفيها. لكن لو انت عايزة تحوشي ودخلك بس 1000 جنيه هتعرفي تحوشي. هقولك في الفيديو ده ازاي تحوشي، بس لو اول مرة طبعا تشوفي قناتي يا ريت تنوريني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وقلبي في القناة هتلاقي فيديوهات كتير عن الميزانية. اول حاجه، اول ما تمسكي فلوسك في ايدك 1000 بقى 2000 3000، النقطه الاساسيه مسكتي مثلا 2000 جنيه في ايدك مصروف البيت، شيلي جزء على جنب. جزء على جنب تاخديه تنسيه. قولي شيلي 500 جنيه. هشيل 500 جنيه، هشيل 500 جنيه على جنب. هخبيها خالص، اكني خدت 1000 ونص. دي اول حاجه. عودي نفسك اول شهر هتتعبي فيه ان انت هتظبطي نفسك على الالف ونص دي بس هتصرفيها. هتلاقي نفسك مثلا عماله تدبري وتوفري، بس اعزقني معكيش غير الالف ونص دي. هتلاقي نفسك اتعودتي ان انت تصرفي الالف ونص بس، هتدبري بيها امور بيتك في الشهر كله. اعملي مثلا كل اسبوع 400 جنيه. ايوه 400 جنيه، في ناس ماشيه بالاسبوع ب 250 جنيه. معاكي 400 جنيه و400 800 و400 تاني 1600، وشيلي ال 400 جنيه يا ست على جنب. هيبقى معاكي 400 جنيه. ال 400 جنيه هنعملها ازاي او هنمشي بيها ازاي؟ الاسبوع انا عامله لك ميزانيه ال 400 جنيه وال 500 جنيه. قلنا اسبوع، قلنا 100 هنجيب منها رز ومكرونه وعدس، و100 التانية هنجيب منها خضار طماطم ونفرز كمان طماطم وبطاطس وبصل. و100 التانية قلنا هنجيب بيها مثلا كيلو وراك او نجيب لحمه مفرومه او نقسمها على اكلتين. تمام. وال100 الرابعه قلنا هنجيب بيها مثلا لو ب20 توابل، لو ب20 منظفات، لو مثلا ب20 هنجيب فول وندمسه، هنجيب بليله وندمسه. يوم هيبقى معاكي اكله كشري لان احنا جبنا حاجتها، يوم هيبقى معاكي اكله عدس مثلا اصفر، يوم هيبقى معاكي اكله بروتين. فاحنا عملنا الفيديو ميزانيه 500 جنيه او 400 جنيه للاسبوع الواحد. هظبطي نفسك. فانتي اول ما الدخل يجي في ايدك شيلي منه جزء على جنب، وامشي على قد اللي معاكي دلوقتي. مرة على مرة على مرة هتتعودي. لا بالعكس، المرة دي انا شلت 500 او شلت 400، الاسبوع اللي بعده انا هشيل 200 بس، او هشيل مثلا 400 بس. الاسبوع اللي بعده انا هشيل 600 بس. فلما تلاقي نفسك ايدك اتعودت على المصاريف، وقلنا في بند اساسي احنا بنحوشه، بند الفطار. انت بدل ما تصرفي مثلا 10 جنيه في اليوم فطار او 20 جنيه او 30 جنيه، هتلاقي نفسك لو بتصرفي كل يوم 30 جنيه 10 فول 10 طعميه 10 مخلل، هتلاقي نفسك صرفت 900 جنيه. طب ما احنا نحوش ال 900 جنيه ديت، نشيل منها 700، هناخد منها هيتبقى معايا 200. ال 200 جنيه ديت يعني هشيل 700 بتاعه الفطار على جنب، هما 900. لو كل يوم 30 جنيه قولي 900، هشيل 700، هاخد 200 جنيه. هنزل اجيب كيلو فول مدمس هيعمل لي 40 جنيه. نص كيلو فول مدشوش هيعمل لي 20 جنيه. هجيب بليله، نص كيلو بليله، وهدمس الفول مع حبه عدس كده هيكفيكي طول الشهر. اعمل البليله هتكفيني طول الشهر. اعمل عجينه الطعميه هتكفيني برضو طول الشهر او نص الشهر، اعمل كده مرتين في الشهر. اجيب مخللات، اجيب مثلا قلنا 100 جنيه جبنا الفول المدمس والفول المدشوش وحاجه الطعميه. ال 100 جنيه التانية 50 جنيه منها هجيب جزر، اجيب مثلا كيلو جزر دلوقتي الكسر ده ب5 جنيه، اجيب 3 كيلو جزر واعملهم. اجيب مخلل خيار، مثلا الخيار غالي بلاش خيار، اجيب فلفل واخلله فلفل بس، بصل صغير كده واخلله. لما يطلع الزيتون اجيب زيتون واخلله. فانت سلطه ممكن تعملي سلطه طماطم رخيصه وبصلايه وتقطعي سلطه على بصل بس. قطعي الخس دلوقتي منتشر، اجيب حزمه خس مثلا كبيره كده اهوت، في 3 ربط بيتباعوا ب5 جنيه على بعض، اجيب خس هيكفيني 3 4 ايام مع كيلو طماطم. يبقى انا كده 3 4 ايام، قولي 4 ايام الخس هيكفيني مع كيلو طماطم، يبقى كده عندي سلطه 4 ايام ب10 جنيه.
يبقى انا وفرت كده 30 جنيه. فانت وفري في بند الفطار هيوفر معاكي. طبعا الغدا احنا قلنا عليه. العشاء يعني دلوقتي بند العشاء دلوقتي في معظم البيوت مش موجود اساسا. لو انت من الناس اللي بتحب تتعشي ممكن تكون عندك علبه جبنه تاكلي سندوتش جبنه، بطاطس مهروسه، اتبقى حاجه من الغدا اكلها، حبه كوبايه شاي مثلا وبس باكو بسكوت مثلا، اكون انا عاملاه في البيت. مش انا اوفر في بنك الغدا 10 ولا 20 جنيه واروح على اخر اليوم اصرفها واجيب بيها شيبسي ولا اجيب بيها حلاوه ولا اجيب بيها اي حاجه، لا، اوفر على قد ما اقدر. يبقى اسرار التحويش اول حاجه بطريقه مضمونه، اول ما اخد الفلوس في ايدي اشيل الحاجه اللي هحوشها وامشي على قد الباقي. تمام. معايا 2000 معايا 3 اطلع بعد ما اخد الفلوس احوشها، اطلع الحاجات اللي عليا، اطلع الميه، اطلع الكهرباء لو انا بدفع الميه والكهرباء، لو انا بقى مشتركه في جمعيه، لو انا عليا 100 جنيه لحد او انت بتجيبي حاجه بالقسط طلعي القسط. اخر حاجه بقى معاكي 1000 جنيه، بقى معاكي 500 جنيه، بقى معاكي 2000 جنيه، على قد اللي معاكي مشي بيتك. يبقى طلعي الحاجة اللي انت بتحوشيها الأول، وعلى قد اللي معاكي مشي بيتك. ده الفيديو بتاعنا النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا منه. وطبعا في فيديوهات كتير قوي جدا على القناة منتشرة عن الميزانية. أنا عملت لكم ميزانية ال500 جنيه، عملت لكم ميزانية ال2000 جنيه هتلاقوها عندكم برضو، عملت لكم ميزانية 3000 جنيه. مطلوب مني ميزانية 4000 جنيه ان شاء الله اعملها لكم وانزلها لكم في فيديو لوحديها. في فيديو قوي جدا جدا هتلاقوه موجود على القناة عن تفريزات شهر رمضان، فرزت معاكم كل حاجة انتوا كنتوا عايزينها. انا برد على جميع التعليقات، جميع التعليقات اللي انتوا بتقولوا لي عليها على القناه برد عليها. انت في انا برضو في عمليه كنت عاملاها، عامله ايه واخبارك ايه؟ انا كويسه الحمد لله زي الفل، ما عنديش اي مشاكل الحمد لله، ربنا عافاني وقدرت اقف على رجلي تاني واحسن من الاول بكتير بفضل الله. بفضل الله. اي مشكله اي ابتلاء يحصل لكم خلي عندكم ظن بالله ان المرحله دي هتعدوا بيها، سواء انتوا نفسكم مريتوا بمرض او حد حبيب عليكم مر بمرض او ازمه ماليه او مشكله لا قدر الله. اعرفوا خلوكوا عندكم يقين بالله ان الفتره دي هتعدي، كل حاجه هتعدي، الدنيا كلها هتفنى. واكتبوا لي تعليقاتكم برد عليكم، وبرده الرقم الواتس بتاعي موجود في لمحه. لو اي حد عايز يتواصل معايا على الواتس انا تحت امركم في اي حاجه، تواصلوا معايا وانا برد عليكم برضو خاص. احنا شغالين ايد واحده مع بعض بيكو ومعاكم ان شاء الله هكبر. بس عايزه تفاعل شويه على القناه اكتر من كده، لان التفاعل على القناه قليل جدا جدا جدا. ده الفيديو بتاعنا النهارده، اسرار التحويش، ان انت اول ما تاخدي مصروف البيت تشيلي منه الاول وبعد كده اصرفي على قد اللي معاكي. ولو اتزنقتي على اخر الشهر لا قدر الله في 100 او 50 جنيه ممكن اسحبها، اكتر من كده ما تسحبيش. اتمنى تكونوا استفدتوا منه، وبحبكم جدا في الله. ونشرب بقى الشاي شويه مع بعض. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.